فن، سياسة، رياضة، أحداث، شخصيات، بورتريهات. أسوأ 4 خونة في تاريخ المغرب. المارشال محمد أمزيان هو عسكري مغربي إسباني ينحدر من منطقة بنين صار بالريف شمال المغرب. عندما كان طفلا سأله الملك الإسباني ألفونسو الثالث عشر خلال زيارته إلى مدينة مليلي عن حلمه في المستقبل، فأجابه بأنه يريد أن يكون قبطانا في الجيش. كانت للملك فراسته الخاصة، لذلك لم يتردد في تقديم وعد لوالد الطفل بأنه سيدخله مدرسة عسكرية بمجرد ما يبلغ سن 16، ولم يخلف الملك وعده وحقق حلم الصبي الريفي. وبعد انطلاق المقاومة الريفية بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، سيصطف الضابط أمزيان إلى جانب زملائه الإسبان بمواجهة أبناء جلدته الريفيين الذين سحقوا عساكر المحتل الإسباني في معركة أنوال، واحدة من أشهر المعارك في تاريخ المغرب. كان والد محمد أمزيان يحرض الإسبان على إبادة الريفيين، حيث صرح لأحد الصحفيين الإسبان قائلا: السياسة الوحيدة التي يجب اتباعها مع الموروء المغربي هي القوة والشدة، يجب القضاء عليه وإبادته بالغازات السامة. وبعد استقلال المغرب سيلتحق أمزيان بالجيش الملكي، وسيقضي 3 سنوات في تهيئة كتائبه لقمع انتفاضة الريف سنة 1959 التي يسميها الريفيون عام إقبار، حيث قتل ونكل بالمئات من أهل الريف. السلطان محمد المتوكل. في سنة 1578 لجأ السلطان السعدي محمد المتوكل إلى ملك البرتغال دون سيباستيان ليدعمه في الحرب ضد عمه عبد الملك الذي خلعه من العرش بعد أن رأى استبداد ابن أخيه الذي انشغل عن شؤون الحكم بالسهر والمجون، وكان كلما نبهه أحد الأقارب يقوم بقتله أو بسجنه. فقد قتل خلال حكمه الأول 2 من إخوته وسجن الثالث. وفي ظل هذه الأجواء سيلجأ عمه عبد الملك السعدي إلى العثمانيين يستنجد بهم لإنقاذ البلاد من ابن أخيه المراهق المستبد، حيث سيمده الأتراك ب5,000 من الجنود. وعندما أحس محمد المتوكل بأن عمه قريب من السيطرة على البلاد، ترك عرشه ولجأ إلى ملك البرتغال دون سيباستيان يطلب نصرته على عمه. فاشترط الملك البرتغالي على السلطان الخائن أن يمنحه مقابل إعادة عرشه جميع الشواطئ المغربية، وهو ما تعهد به محمد المتوكل. فالتقى الجمعان في المعركة الشهيرة وادي المخازن، والتي سحق فيها المغاربة السلطان الخائن محمد المتوكل وحليفه البرتغالي دون سيباستيان، فكانت هذه الهزيمة سببا في هلاك دولة البرتغال. تهامي القلاوي. باشا مراكش وزعيم قبيلة قلاوة بجبال الأطلس الكبير، انتقل من خدمة العرش العلوي إلى أبرز المتمردين عليه في زمن الحماية الفرنسية. شارك في مؤامرة خلع الملك محمد الخامس عن العرش ونفيه سنة 1953. استمد قوته من زعامته القبلية واشتهر بالتعاون التام مع الفرنسيين، حيث أصدر بيان أعرب فيه عن صداقته وإخلاصه لفرنسا وحقده على الملك محمد الخامس، مؤكدا على ضرورة قيام فرنسا بخلعه من العرش. وبعد استقلال المغرب صدرت لائحة المتعاونين مع الاستعمار، والتي جاء فيها اسم التهامي، وحكم عليه بعدم الأهلية الوطنية لمدة 15 سنة مع مصادرة أملاكه. السلطان محمد بن عرفة. في سنة 1953 دبرت فرنسا مؤامرة عزل السلطان محمد الخامس عن العرش ونفيه نتيجة رفضه التوقيع على مخططاتها الاستعمارية. وفي المقابل نقلت رجلا شرف على 70 من العمر اسمه محمد بن عرفة، وهو ابن عم الملك محمد الخامس، من بيته بفاس إلى قصر تهامي القلاوي بمراكش، وأعلنته سلطانا على المغرب بعدما لجأت إلى شيوخ الزوايا والبشوات الذين أعلنوا بين الناس أن السلطان محمد الخامس قد خرج عن تقاليد الأمة وأعرافها، حين سمح لبناته بالسفر للتعليم في مدارس النصارى.
وأنه لا بديل للمغاربة إلا هذا الشيخ الورع ابن عرفة. وخلال العامين الذي حكم فيهما ابن عرفة تنازل عن سلطته لفرنسا، ووقع ظهيرا خاصا بتنظيم المجالس البلدية المختلطة، الشيء الذي مكن لفرنسا سيادة مماثلة للسيادة الشريفة على المغرب. وبعد عودة محمد الخامس من منفاه، عاش ابن عرفة منبوذا بمدينة طنجة، وبعد استقلال المغرب غادر إلى مدينة نيس الفرنسية، وبقي هناك إلى أن مات سنة 1970.